السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي الغاليين عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين وبصحة وسلامة يا رب، واجعلها سنة سعيدة علينا جميعا يا رب. النهاردة هنعمل كيكة كده سهلة وسريعة، ومش هتكلفنا اي حاجة خالص، بدون بيض وبدون لبن. معايا دقيق ومعايا معلقتين من النشا وكوباية سكر وكوباية زيت وكيس شيف كيك و فانيليا سايلة، او لو حابة الظرف اللي عندك، ظرف من الفانيليا. ظرف واحد كفاية بس عشان يديكي ريحة حلوة للكيكة، لكن هي مش هيبقى فيها زفارة ولا فيها اي حاجة. معايا الخلاط بتاعي كده، هنزل بالزيت الاول او السكر يعني، بالزيت بالسكر اللي يريحك. وهنزل بالسكر، وهجيب معلقتين النشا بتوعي دولت، هنزل عليهم بمعلقتين كمان من الدقيق، معلقتين ثلاثة، المهم يعني، او لو معلقة واحدة برضو يعني تقضي الغرض. وهجيب كيس الشيف الكيك كده برضو، واحطه عليهم كده والخبطهم حلو. طريقة حلوة واعتمديها، انا اصلا طريقتي في الكيكة ما بغيرهاش، سواء كده او كده، بس في حاجات هي في تريكات بين كل كيكة والتانية بتختلف. التركية بتاعت النهاردة ان انا هحط بقى ايه، خليط الدقيق ده مع البيض، مع اسفة، مع اللبن والسكر، ومعايا بقى بديل البيض واللبن الكاكولا. الكاكولا، اي كاكولا عندك، اي لون عندك، على حسب ما هتحطي. لو بالكريم، لو هتعمليها بالشوكولاته هتبقى من الكاكولا السمراء. انا معايا عبوه من الكنز كده، هنزل بيها في الخلاط. الميه بتاعت الكاكولا بديل اللبن، والصودا بتاعت الكاكولا بديل البيض. يعني هو البيض بيعمل ايه؟ بينفش معايا ويعمل فوران للكيكه. هو الصودا بتاعت الكاكولا هتعمل مفعول البيض بالظبط، وميه الكاكولا هتبقى بديل اللبن. شايفين الكاكولا اول ما حطيتها في الخلاط فارت ازاي؟ بتفور، وهي اللي هتعمل المادة الرافعة بتاعتي في الكيكة بتاعتي. هنزل بقى كده بالخليط الدقيق اللي انا عملته بالنشا بالبيكنج باودر، ومعاه كده ايه، قلنا ظرف الفانيليا، او إيه حاجة بسيطة كده من الفانيليا السايلة. هخلطهم حلو في الخلاط برضو هضربهم يعني ايه 3 4 دقايق برضو، يعني لغايه ما يعمل معايا برضو فوم حلو كده. وهنزل بيهم بقى ايه في العجانه بتاعتي، او اي طبق بلاستيك، او زي ما بتحطي يعني. هنزل بيه كده. باحب أنزل بالخليط بتاعي الأول قبل ما الدقيق. أنا باشوف ناس بتنزل بالدقيق الأول ويقوموا نازلين بالخليط كده على الدقيق. طب افرض إن أنتِ احتجتِ سائل، هتعملي إيه؟ لو عملتِ كده واحتجتِ سائل، ممكن تنزلي بقى بإيه، لو في لبن حطي، لو في كاكولا حطي. طيب لو ما فيش، ممكن تنزلي بشوية مَيّة سخنين، نص كوبايه مغليه كده، لو بقى الخليط تقيل معاك. لكن انا بفضل ان انا انزل بالخليط الاول وبعد كده انزل بالدقيق، علشان انا ما بعبرش الدقيق، وزي ما تقبل معايا. شوفي هي هتقبل مثلا قد ايه، انا ما بعبرش الدقيق بصراحه، زي ما الخليط بتاعي يقبل معايا. وادوبهم حلو كده بالمضرب بتاعي، من النص من الحرف. بصراحه انا بدوب، هي كده كده بيبقى فيها الهوا، ولما بتخش الفرن بتطيب وبتستوي بتبقى مية مية. ده بديل يعني، زي ما قلنا يعني، لو ما عندكيش بيض، إحنا وصلنا بكرتونة البيض النهارده وصلت 120 جنيه. يعني أنا والله العظيم إحنا مش عارفة إحنا رايحين في الزمن ده على فين. ربنا يستر علينا وعليكم يا رب من غلاء الأسعار. ويعني الحمد لله على كل حال، الحمد لله يا رب إن إحنا عايشين ولاقيين إن إحنا بنعمله ده وناكله. يعني بصراحة أنا قلّيت من فيديوهاتي ومن التصوير، لإن طبعًا كل طبخة النهارده مكلفة. أقل طبخة خالص بنقول طبيخ مكلف، ما فيش حاجة مش مكلفة النهارده في الزمن اللي إحنا عايشين فيه ده. دوّبت الكيكة الدقيق حلو كده في الخليط بتاعي لغاية ما يدوب تمامًا، طبعًا ما يكونش فيه دقيق، تتأكدي إن ما فيش أي حبيبات دقيق، ما اختلطتش بالخليط حلو. الكيكة عمّالة تعمل فقاقيع معايا وبتنفش معايا وهي لسه لسه عجين. طبعًا باشوفها كده هي لسه محتاجة شوية دقيق، علشان ما تبقاش سايلة أوي. لو بقت سايلة أوي بتطيب برضه، بس بتغيب شوية في الفرن. لكن لمّا بتبقى مضبوطة بتاخد الوقت بتاعها المضبوط. أنا الكيكة بتاعتي في الفرن بتاخد ساعة إلا ربع، ما بافتحش على الكيكة بتاعتي، يعني ممكن 40 دقيقة، وباسيبها ل5 دقايق، ساعة إلا ربع باطلّع الكيكة بتاعتي. معايا بقى جِبت الصينية بتاعتي مدهونة دهنة من الزبدة أو السمنة، وعليها تعفيرة من الدقيق كده.
بابقى مجهّزاها بصراحة قبل ما أحُط الخليط ولا أشتغل في الكيكة، بس المرّة دي عملت الخليط وركنته وقُمت جايبة الspatula بقى إيه عشان أنزّل، وبصراحة ما كنتش عارفة أشتغل بإيدي الشمال عشان كنت ماسكة الطبق بإيدي اليمين. بدأت بقى أنزّل بإيدي اليمين كده، بانزّل طبعًا بتنزّلي كل حاجة في العجانة بتاعتِك أو في الطبق، ما بتسيبيش أي حاجة. عايزة أقول لكم كمان أنا كمان بعد ما فصلت الفيديو عشان أدخّلها الفرن، طلّعت كل اللي فيها، لإني بصراحة ما كنتش واخدة راحتي وأنا باطلّع اللي في العجانة. قعدت مسحتها كلها وطلّعت كل اللي فيها. هادخّلها الفرن على كام بقى، على 180 من تحت بس، هتحطّيها من تحت بس على 180، ولمّا تحسّي إن هي استوت ولسه وشّها بيبقى أبيض، في فران بتحمّر الوش الكيكة بدون ما بتولّعي لها الشواية، يعني أنا عندي فرن البوتاجاز بدون ما أولّع الشواية الكيكة بتروح حِنّة من فوق ومن تحت، بتولّعي من تحت بس لو مش كل الأفران يعني. بعد ساعة إلا ربع طلّعتها واختبرتها ولقيتها بسم الله ما شاء الله، بس كنت ولّعت لها الشواية، الفرن بتاعي لازمًا أولّع له الشواية، أنا كنت حاطاها في الفرن الحراري. إحنا بنحب طبعًا اللي متابعينّي وعارفينّي إحنا بنحب الكيكة بتكون تطلع من الفرن سخنة على طول، يعني بنعملها سخنة كده نفطر بيها الصبح، يعني أكتر أوقاتي أنا باعمل الكيكة دي بتكون الصبح الساعة 07:00 الساعة 06:00 على حسب ما باعملها واوضّبها وادخّلها الفرن، يكون بنتي قامت عشان تروح دروسها تاخد لها إيه، هي بتحب الكيكة كده بالشاي. شايفين الكيكة بتاعتنا جميلة بدون بيض وبدون لبن، بسم الله ما شاء الله، من فوق ومن تحت طايبة ومستوية، يعني بألف هنا بصراحة جرّبي مش هتندمي، مش لازمًا بيض ومش لازمًا لبن، وحابة تحطّي بيض براحتك، يعني لو متواجد عندِك البيض وحابة تحطّي حطّي، دي حاجة ما تزعّلكيش أدام متوفّر عندِك. أنا باكلّم اللي مش متوفّر عندها البيض وحابة تعمل كيكة، هتطلع معاكِ في منتهى الجمال، بس يعني إيه، استعملي مُخِّك كده وأنتِ بتعملي، لازمًا يبقى لِك تريكاتِك وحركاتِك في الخبزة أو في العجينة أو في الطبخة أو في أي حاجة أنتِ بتعمليها عشان تبقي أنتِ مميزة بيها يعني زي ما بتقولوا. أنا بصراحة مميزة في الكيكة، دايمًا باعمل الكيكة وبتطلع معايا ناجحة وحلوة، واخواتي دايمًا بيشكّروا فيّا في عمايل الكيكة. يا رب تكونوا استفدتوا النهارده واتبسطتم واتسليتم، وقدرت أفيدكم ولو بمعلومة صغيرة مع الكيكة اللي بدون بيض وبدون لبن، وده طبعًا مش جديد، يعني في ناس كتير بتعمل الكيكة بدون لبن وبدون بيض وبدون زيت كمان، يعني ما هياش حاجة جديدة، بس في عز الغلا اللي إحنا فيه ده لازمًا يعني إيه يبقى في شوية افتكاسات كده نعملها علشان نوفّر في شِرا الأسعار. يا رب تكونوا استفدتوا واتبسطتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.